في دنيا مليانة تشتيت وكل يوم حواليك 100 صوت بيشدك في اتجاه مختلف، في سر واحد بس هو اللي بيعمل الفرق بين اللي بيتقدم واللي بيضيع. السر ده هو التركيز. التركيز هو القوة اللي بتحول الزحمة لطريق واضح، وبتحول الأحلام لإنجاز حقيقي ملموس. ولو بتدور على نقطة بداية تغير مسار حياتك بجد، فأنت دلوقتي في المكان الصح. ما تنساش تشترك في القناة وتدعم الفيديو بلايك، لأن اللي هتسمعه النهاردة ممكن يكون الشرارة اللي تعيد ترتيب حياتك من أول وجديد. قبل ما نبدأ رحلتنا جوه الكتاب، خليني أقولك حقيقة بسيطة: النجاح مش ملك للأذكى ولا للأقوى. النجاح من نصيب اللي بيعرف يدير انتباهه ويوجهه للحاجة اللي تستاهل. كتاب فن التركيز والإنجاز فاست فوكس للمؤلف دايمون زرايديس مش شوية نصايح عابرة، ده خريطة عملية تساعدك تسترجع سيطرتك على وقتك وتقلل التشتيت اللي بيسرق حياتك في هدوء، وتبني عادات تخلي الإنجاز حاجة طبيعية مش استثناء. في الملخص ده هتسمع الفكرة ببساطة ووضوح، كأن حد قاعد قدامك بيشرح لك قوانين التركيز بطريقة عملية وواقعية ودقيقة. هنمشي سوا خطوة بخطوة، من فهم يعني إيه تركيز لبناء الانضباط العقلي لإدارة الوقت، لحد ما نوصل لنظام إنجاز يومي يقوي قدرتك على التقدم مهما كانت الظروف. الفصل الأول: طبيعة التركيز وليه بنفقده. لو وقفت لحظة وبصيت ليومك العادي، هتكتشف إن عقلك مش مساحة فاضية، ده ساحة مليانة إشارات بتتصارع طول الوقت: رسائل، إشعارات، أفكار، أصوات، وصور، وقرارات صغيرة بتستنزف انتباهك قبل ما تبدأ أصلاً في الحاجة اللي ناوي تنجزها. ومع ده كله بنلوم نفسنا لما نتأخر أو نتعطل، وكأن المشكلة فينا إحنا مش في البيئة اللي محصرانا. الحقيقة اللي بيكشفها الكتاب من أول صفحاته إن العقل ما بيعرفش يشتغل تحت هجوم مستمر. التركيز مش موهبة سحرية بنتولد بيها، التركيز مهارة بتتبني، وبيئة بتتظبط، ونظام بيتدار. الكتاب بيفكك فكرة منتشرة إن الإنسان يقدر يركز وقت ما يحب. الفكرة دي خادعة، لأنها بتفترض إن التركيز مجرد قرار، لكن في الحقيقة هو نتيجة سلسلة شروط ذهنية وبيئية. العقل شبه العدسة، لو عليها تراب مش هتشوف بوضوح مهما حاولت. وكده برضو التركيز مش هيشتغل بكفاءة طول ما حياتك مليانة مشتتات بتاكل يقظتك الداخلية. المشكلة مش في قلة ذكاء، المشكلة في تشتت الانتباه، وده العدو الأول لأي حد عايز ينجز. التشتت مش بيجي مرة واحدة، ده بيتسلل في شكل حاجات صغيرة: إشعار جديد، رد قصير، فكرة عابرة، مكالمة ملهاش لازمة. ومع تكرار اللحظات دي، يومك بيتحول لقطعة متناثرة مش عارف تجمعها في شغل مكتمل. ومن أهم دروس الفصل ده إن التركيز ما بيبدأش لما تقعد تشتغل، بيبدأ قبلها بساعات. بيبدأ من نومك ومن طاقتك ومن تنظيم يومك ومن الضغط اللي شايله ومن العشوائية اللي بتاكل وقتك من غير ما تحس. عشان كده الكتاب بيأكد إن أول خطوة قبل ما تتعلم تركز إنك تفهم البيئة اللي بتسرق انتباهك، لأن لو ما قفلتش الثقوب، الإناء عمره ما هيتملي مهما صبيت فيه. وكمان العقل ما يقدرش يعالج كذا مهمة بكفاءة زي ما احنا فاكرين. تعدد المهام مش قوة عقلية، ده تنقل سريع بين مهام، وبيستهلك طاقة ذهنية ضخمة، وبيكسر الاستمرارية. كل قفزة ذهنية بتكلفك ثواني أو دقايق عشان ترجع لنفس مستوى التركيز، ومع تراكم القفزات دي نص يومك بيطير من غير إنجاز حقيقي. الفكرة المحورية في نهاية الفصل: لو عايز تنجز لازم تتعلم تحمي تركيزك قبل ما تطلب من نفسك تبدع. التركيز حديقة عقلية، مش هتنمو غير لما تقتلع الأعشاب اللي حواليها. الفصل الثاني: إزاي المخ بيشتغل مع التركيز وإيه اللي بيضعفه؟ الفصل ده بياخدنا جوه العقل نفسه. إزاي المخ بيختار يركز على إيه ويتجاهل إيه؟ المخ مش آلة ملهاش حدود، ده جهاز طاقته محدودة. الضغط بيهلكه والتشتيت بيربكه، وبيحتاج بيئة ذكية عشان يشتغل بأقصى طاقة. الفكرة الأساسية إن الانتباه وقود نادر. لو صرفت جزء منه على حاجة مش مهمة، مش هتعرف ترجعه بسهولة. عشان كده الكاتب بيشبه الانتباه بعملة عقلية.
كل قرار صغير بيخصم من رصيدك الذهني. والمشكلة إن المخ مش دايما بيفرق بين المهم وغير المهم. إشعار، ضوء شاشة، حركة صغيرة، فكرة عابرة، كلها بتنبه الجهاز العصبي وتقطع سلسلة التركيز. هنا بيشرح الكاتب حاجة اسمها عبء القرار. كل اختيار حتى لو بسيط، تاكل ايه، ترد على مين، بيستهلك جزء من قدرتك على التركيز العميق. ومع نهاية اليوم بتبقى طاقتك مستنزفة. وكمان في حاجة أخطر اسمها الإرهاق المعرفي، وده مش بس من قلة النوم، لكن من الضوضاء، التحفيز الزايد، التوتر، القلق، وضغط المهام. ساعتها العقل يبقى مشتت حتى لو حاولت تغصبه يركز. المخ كمان ما بيشوفش الشغل ككتلة واحدة، بيشوفه كسلسلة خطوات. لو المهمة مش واضحة هتحس إنك داخل أوضة ضلمة من غير نور. عشان كده غموض المهمة عدو كبير للتركيز. وفي نهاية الفصل الكاتب بيقول إن المخ ما بيدخلش في حالة تركيز عميق لوحده، لازم بوابة. البوابة دي طقوس صغيرة قبل الشغل: ترتيب المكتب، قفل الإشعارات، تحديد الهدف، نفس عميق. دي مش تفاصيل، دي إشارة نفسية بتقول للمخ إن وقت الإنجاز بدأ. الفصل الثالث: ترويض العقل وبناء عادات التركيز العميق. العقل بطبيعته بيهرب من الشغل التقيل، بيدور على السهل والسريع والمكافأة الفورية. الحقيقة هنا إن التركيز مش فعل واحد، ده عادة. العادة بتتكون من 3 عناصر: إشارة وروتين ومكافأة. الإشارة ممكن تكون وقت معين أو مكان ثابت. الروتين هو الشغل نفسه. المكافأة هي الإحساس بالإنجاز أو الراحة. المخ في الأول مش بيهتم بنوع السلوك، بيهتم بتكراره. كل ما تكرر السلوك في نفس الظروف بيتبني مسار عصبي جديد لحد ما يبقى تلقائي. والعادات الكبيرة بتبدأ بخطوات صغيرة. مش منطقي تطلب من نفسك 3 ساعات تركيز مرة واحدة. ابدأ ب5 دقايق، بعدين 10، بعدين 15. العقل بيتأقلم تدريجيا من غير مقاومة. وما تحاولش تبني كذا عادة في نفس الوقت، عادة واحدة لحد ما تثبت وبعدين تبدأ غيرها. ومن أعمق الأفكار إن العادات هوية. لما تقول أنا شخص منتج، مش بس بتوصف سلوك، أنت بتبني هوية. ومع التكرار التركيز يبقى طبيعتك مش مجهود تقيل. طقوس البداية كمان مهمة جدا. نفس المكان، نفس الترتيب، نفس اللحظة اللي تقفل فيها الإشعارات. كل ده بيبعت إشارة واضحة للمخ إن وقت الشغل بدأ. الخلاصة: التركيز مش حاجة بتجري وراها، ده حاجة بتستعد لها. ولما تتراكم العادات دي هتلاقي نفسك بتنجز حاجات كانت باينة مستحيلة. الفصل الرابع: إدارة الوقت كأساس للتركيز. التركيز ما بيطلعش في فراغ، لازم إطار زمني واضح. الوقت مش مجرد ساعات بتعدي، ده المساحة اللي بيتبني فيها إنجازك. إدارة الوقت مش إنك تملأ يومك مهام، لكن إنك ترتبه بطريقة تخلي عقلك يقدر يركز بعمق. الكاتب بيأكد إنك محتاج 3 مهام أساسية بس في اليوم تحرك حياتك لقدام، مش 10 ولا 15. حدد أهم 3 والباقي ثانوي. المخ كمان بيبالغ في تقدير حجم المهام أو يقللها، عشان كده أفضل طريقة هي القطع الزمنية: 20 ل 40 دقيقة تركيز، بعدها راحة قصيرة. وحماية الوقت ضرورية. ساعة العمل العميق لازم تبقى مقدسة. مفيش إشعارات، مفيش موبايل، مفيش مقاطعات. كل مقاطعة بتاخد منك من 10 ل 20 دقيقة عشان ترجع لنفس مستوى التركيز. تخيل عدد الساعات اللي بتضيع من غير ما تحس. إدارة الوقت مش إن يبقى عندك وقت كتير، لكن إنك تستخدم المتاح بذكاء. الفصل الخامس: إغلاق مصادر التشتت. مش هتعرف تركز لو ما قفلتش مصادر الاستنزاف اليومية. أنواع التشتت: رقمي، موبايل، إشعارات، تطبيقات; بيئي، مكتب مكركب، فوضى بصرية; اجتماعي، مقاطعات الناس; داخلي، قلق وأفكار متراكمة. الحلول: اقفل الإشعارات، حط الموبايل بعيد، نظف مكتبك، خصص وقت واضح للناس، واكتب أفكارك قبل ما تبدأ شغل عشان تفضي دماغك. الموبايل مش أداة محايدة، ده منافس لعقلك، ولو ما سيطرتش عليه هو اللي هيسيطر عليك. الفصل السادس: بناء نظام شخصي للإنجاز. الإنجاز الحقيقي قائم على أنظمة مش نوايا. النوايا بتتحمس وبعدين تهدى، الأنظمة هي اللي بتخليك مستمر.
النظام بيقوم على 3 محاور: التنظيم، التوقيت، البساطة. نظم بيئتك، حدد أوقات ثابتة، خلي نظامك بسيط. لو النظام معقد مش هيكمل. ومع التكرار اليومي الفوضى تتحول لوضوح، والتحفيز المتقلب يتحول لالتزام ثابت. القانون الثابت: لو عندك نظام الإنجاز نتيجة طبيعية، لو ما عندكش نظام التركيز يبقى معركة يومية. الفصل السابع: طاقة العقل. إزاي تحافظ على صفاء ذهنك وتمنع استنزافك من جوه؟ في الفصل ده الكاتب بيغوص في نقطة ناس كتير بتغفل عنها، وهي إن التركيز مش بس مهارة، ومش بس عادة، ومش بس نظام. التركيز في الأساس نتيجة مباشرة لمستوى طاقتك العقلية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مهما كنت منظم، ومهما قافل الإشعارات، ومهما بنيت عادات قوية، لو طاقتك العقلية منخفضة عقلك هيتمرد عليك. العقل لما طاقته تقل بيبقى سريع التشتت، سريع الغضب، سريع الملل، وبيميل يهرب لأي حاجة أسهل وأخف. وساعتها هتلاقي نفسك فجأة ماسك الموبايل أو فاتح فيديوهات أو بتأجل شغل مهم من غير سبب واضح. الكاتب بيأكد إن العقل عنده بطارية، والبطارية دي ليها حدود، وكل نشاط ذهني، كل قرار، كل تفكير عميق بيخصم منها. أولاً، النوم مش رفاهية، ده صيانة للعقل. أول مصدر لطاقة العقل هو النوم، مش مجرد عدد ساعات، لكن جودة نوم. لما تنام كويس المخ بيعمل عملية إعادة ترتيب للمعلومات، وبيشحن نفسه لليوم الجديد. لكن لما النوم يبقى متقطع أو قليل، المخ بيدخل اليوم وهو أصلاً مرهق، وساعتها حتى أبسط المهام تبان تقيلة، والتركيز يبقى معركة من أول دقيقة. الكاتب بيشبه النوم بإعادة تشغيل النظام، لو ما عملتش ريستارت الأعطال هتفضل تتراكم. ثانياً، الاستراحة جزء من الإنجاز مش عكسه. ناس كتير فاكرة إن الراحة تضيع وقت، لكن الحقيقة إن الراحة الصح بتضاعف الإنتاج. المخ ما يقدرش يفضل في وضع تركيز عميق ساعات طويلة من غير فواصل. لازم فترات قصيرة تفصل فيها، تمشي شوية، تاخد نفس، تبص بعيد عن الشاشة. الراحة مش هروب من الشغل، الراحة هي اللي بتخليك تكمل الشغل بكفاءة. ثالثاً، التغذية والحركة وتأثيرهم على التركيز. الكاتب بيلفت لنقطة مهمة جداً: جسمك هو الحامل لعقلك. الأكل التقيل، السكر الزايد، قلة الحركة، كل ده بيأثر مباشرة على صفاء ذهنك. حركة بسيطة يومياً، حتى لو مشي 20 دقيقة، بتحسن تدفق الدم للمخ، وبتزود قدرتك على الانتباه، كأنك بتفتح نوافذ جديدة للهواء يدخل. رابعاً، إدارة الضغط النفسي. الضغط المستمر بيسحب طاقة عقلية بشكل ضخم. لما دماغك مشغولة بقلق أو خوف أو توتر، جزء كبير من طاقتك بيروح لمحاولة التعامل مع المشاعر دي. الكاتب بيقول إن صفاء الذهن مش معناه إن حياتك تبقى خالية من المشاكل، لكن معناه إنك تبقى قادر تفصل بين وقت التفكير في المشكلة ووقت الإنجاز. تقنيات بسيطة زي الكتابة اليومية أو تحديد وقت مخصص للتفكير في التحديات بتمنع الأفكار من إنها تقتحم جلسة تركيزك. خامساً، تقليل الاستهلاك الذهني غير الضروري. واحدة من أخطر الحاجات اللي بتستنزف طاقة العقل هو الاستهلاك الزايد للمحتوى. سوشيال ميديا، أخبار، فيديوهات، نقاشات، كل ده بيستهلك طاقة انتباه حتى لو حاسس إنك مرتاح. الكاتب بينبه إن مش كل استهلاك راحة. أحياناً الصمت والهدوء بيشحنوا عقلك أكتر من أي محتوى. فكرة الفصل الأساسية: لو طاقتك العقلية منخفضة مش هتعرف تركز حتى لو عندك أقوى نظام، ولو طاقتك عالية هتنجز بسهولة حتى في ظروف مش مثالية. عشان كده الاهتمام بطاقتك مش رفاهية، ده أساس كل إنجاز طويل المدى. الخلاصة: ملخص الرحلة وإيه الخطوة الجاية. لو رجعنا لأول الكتاب هنلاقي إن الرسالة الأساسية كانت واضحة. 1. التركيز مش موهبة. 2. مش قرار لحظي. 3. مش دفعة تحفيز.
التركيز هو نتيجة 1. فهم طبيعة العقل 2. تقليل التشتت 3. بناء عادات صغيرة ثابتة 4. إدارة وقت بذكاء 5. إنشاء نظام شخصي بسيط 6. الحفاظ على طاقتك العقلية. في الفصل الأول فهمنا إن التشتت مش ضعف فيك، لكنها نتيجة بيئة مزدحمة. في الفصل الثاني عرفنا إزاي المخ بيشتغل وإزاي بيستنزف. في الفصل الثالث اتعلمنا إن التركيز عادة وهوية. في الرابع اتكلمنا عن الوقت كأساس للإنجاز. في الخامس قفلنا أبواب التشتت. في السادس بنينا نظام متكامل. وفي السابع اكتشفنا إن الطاقة هي الوقود الحقيقي لكل ده. الخلاصة: الإنجاز مش صدفة، الإنجاز نتيجة نظام متكرر. ولما تبني النظام ده، التركيز مش هيبقى معركة يومية، هيبقى حالة طبيعية بتدخلها بسهولة. لو حسيت إن الملخص ده فتح لك زاوية جديدة أو خلاك تبص لحياتك بطريقة مختلفة، يبقى أنت جاهز تبدأ تطبق. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدعم الفيديو بلايك عشان يوصل لناس أكتر محتاجة ترتب حياتها من جديد. واكتب لي في التعليقات: إيه أكتر حاجة بتسرق تركيزك حالياً؟